السلام عليكم، معكم سالم. فيديو جديد. اليوم جينا نهضروا على بعض لاعبي المنتخب الوطني الجزائري. نبداو باللاعب الاول، هو ادريس سعدي، لاعب نادي كارديف سيتي اللي وقع 4 سنوات مع الصاعد الجديد الى الدوري الفرنسي ليغ 1 نادي ستراسبورغ. ولاعب ثاني هو رياض محرز، لاعب ليستر سيتي اللي اخر الاخبار تقول بان ناديي روما وتوتنهام هاد الناديين لهم حابين يتعاقدوا مع لاعب رياض محرز. نادي روما قدم عرض ب 30 مليون اورو، واداره ليستر سيتي راهي طالب ب 40 مليون اورو من اجل تسريح رياض محرز خلال الميركاتو الصيفي الحالي. واللاعب الاخر هو سفيان فيغولي، لاخر الاخبار تقول بان اللاعب الجزائري لاعب نادي وستهام يقترب من الانضمام الى نادي غالاتا سراي التركي. واللاعب الاخر هو هشام بالقروي، لاعب نادي الترجي التونسي السابق لانضم إلى نادي مورينسي البرتغالي، ووقع موسمين مع صعيد جديد إلى الدوري البرتغالي الممتاز. ولاعب الآخر هو يوسف عطال، لاعب نادي بارادو اللي انتقل إلى نادي كورتري البلجيكي على سبيل الإعارة. ولاعب الآخر هو سفيان هني اللي سجل هدف في دقيقة 46 في نهائي كأس السوبر البلجيكي لجمع بطل الدوري البلجيكي أندرلخت وبطل الكأس نادي زولت واريغام. وأندرلخت فاز بنتيجة 2-1 وأحرز أول لقب له خلال الموسم الحالي 2017-2018. كان معكم سليم، ما تنسوش طابوني في لاشين يوتيوب تاعي وديروا جيم في لاباج فيسبوك، ونتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله مرة اخرى. سلام عليكم.